العام. هل بالفعل انا سمعت خبرين، واحد اكد الخبر والتاني نفى الخبر. حد بيقول النادي الاهلي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن حازم امام، وجالي نفي قاطع من مسؤول كبير جدا داخل النادي الاهلي ان هذا الامر لم يحدث. بالطبع بالتاكيد هذا الامر لم يحدث يا كابتن شوبير. كابتن حازم امام له كل التقدير والاحترام، وراجل نجم كبير وراجل له مكانه. والنادي الاهلي على يعلم تماما ان سلوكيات وتصريحات الكابتن حازم امام تليق بيه وبتاريخه وبتاريخ اسرته في نادي الزمالك. والنادي الاهلي بيتعامل من هذا المنطلق، وما فيش اي حاجه تمت من هذا القبيل على الاطلاق. لا من قريب ولا بعيد. لا من قريب ولا من بعيد. برايك ما هو السبب في اطلاق مثل هذه الاشاعات في هذا التوقيت بالذات يعني؟ والله يعني بس يعني هو عذرا في بعض التصريحات جاءت على لسان الكابتن حازم امام بخصوص موضوع جده، وكانت تصريحات ساخنه لحد كبير. كابتن حازم امام اللي احنا نعرفه كويس قوي بتاريخه الكبير، نحن ننأى به من هذه التصريحات، يعني ما نتخيل او ما نتوقعش ان التصريحات دي تاتي على لسانه. ولكن بعض الصحف القويه جاءت فيها مثل هذه التصريحات، يمكن دي استفزت بعض مشاعر بعض الناس او بعض الجماهير الاهلاويه. انما احنا كمسؤولين او كنادي الاهلي نعلم ان الكابتن حازم امام بيتحرى الدقه وبيكون حريص على العلاقات الوطيده بين الناديين الكبيرين يعني. هل انضممتم الى جانب محامي جده في هذا البلاغ، ولا سايبين الموضوع ده لجده للمحامي بتاعه؟ لا، النادي الاهلي حريص على لاعبه محمد ناجي جده، في كابتن عادل اختار كابتن هادي خشب مدير الكره، في تنسيق كامل مع جده ومع محامي جده للحفاظ على حقوق اللاعب وعلى الحفاظ على حقوق النادي الاهلي يا كابتن. لان في هذه الواقعه المتضرر الوحيد فيما حدث ومن قرار اتحاد الكوره هو النادي الاهلي، لان النادي الاهلي زي ما حضرتك عارف سلك كل الطرق المشروعه للحصول على توقيع اللاعب والتعاقد مع جده بمباركه اتحاد الكوره وعن طريق اتحاد الكوره وكل الخطوات. بس اقف عند كلمه بمباركه دي، لانه ممكن بمباركه الناس تتصور انها يعني كان هناك اتفاق بين النادي الاهلي واتحاد الكوره المصري، فلكن بمباركه اتحاد الكوره يا كابتن المقصود بها ان النادي الاهلي كان حريص على استفتاء اتحاد الكوره في كل خطواته والاستعلام بالطريقه الصحيحه منطقه اسكندريه. ولما راح سجل حضرتك اوراق جده سجل اوراق سليمه وفقا للوائح الاتحاد المصري لكره القدم. وبعد ما حصل على صوره من الخطاب المرسل من اتحاد الكوره لنادي الزمالك في 8 فبراير اللي فات، وقال له هذا ملف مغلق وان جده مقيد قيدا صحيحا وفقا للوائح الاتحاد المصري لكره القدم في نادي الاتحاد السكندري. بدون كل هذه الخطوات انا بعتبرها مباركه من اتحاد الكوره ان اي حد عايز يتعاقد مع جده يتفضل ومقيد في نادي الاتحاد السكندري. وبالتالي النادي الاهلي سلك الطرق المشروعه كالعاده للتعاقد مع هذا اللاعب. النادي الاهلي تكبد ملايين، تجاوزت 7 ملايين، وثلاث لاعبين في نادي الاتحاد السكندري اصبح هو المتضرر الوحيد. نعم. استاذ جمال جبر المتحدث الاعلامي باسم النادي الاهلي، اشكرك شكرا جزيلا. وعلى فكره